هلا والله يا أصدقاء، عاملين ايه؟ من ساعة ما دخلت عالم الكبار كان في زي مرحلة انتقالية كده ما بين، كانت تقريبا وانا كنت في ثانوي حاجة زي كده. حصل ان انا بدأت ان انا ادخل student activities واطلع برا زي ما بيقولوا الكومفورت زون بتاعتي، وابتدي اشوف بقى العالم الخارجي بيقول ايه. طلعت دخلت أنشطة، دخلت حاجات مختلفة مع ناس من بيئات مختلفة وبدأت أتعامل. وطبعا بعد التعامل ده بفترة بدأ يحصل مشاكل، بدأت يحصل كلاشات بيني وبين ناس كتير. في الأول أنا كنت بقى يعني ما كنتش بدي الموضوع أي اهتمام، بعدين بدأت لما بفكر هو ده ليه بيحصل؟ يعني هو ليه مثلا؟ أكيد مش كل الناس دي وحشة، أو أكيد يعني أكيد برضو أنا بعمل حاجة مش صح مثلا، أو يعني في حاجة بتحصل بتأدي لأن المشاكل دي تحصل، ولان احنا مش في العالم لوحدنا، مش عايشين لوحدنا. فكنت بحاول ان انا لا، اللي هو لازم اعرف ايه سبب الموضوع ده عشان اتليست ما يتكررش معايا، علشان لو في حاجة في نطاق تحكمي احاول اقلل منها بحيث المشاكل دي ما تحصلش بهذا الشكل المتكرر. فانا كنت فاكرة انه عادي، يعني ناس زي اي ناس كنت بتعامل معاهم قبل كده. ما أنا طول حياتي بتعامل مع ناس، ما انا طول حياتي كنت في مدرسة وكنت في دروس وكنت في حاجات وبروح وباجي وبتعامل مع ناس. بس الفكرة ان انا لما كنت بتعامل مع ناس من محيطي كان بيبقى تقريبا بيغلب علينا نفس الطباع، بنبقى تقريبا نفس التربية. يعني طبعا اكيد في اختلافات، بس مش الاختلافات الكبيرة قوي اللي انا شفتها لما ابتديت اتعامل مع ناس بقى من بره دايرتي خالص، وناس من اعمار مختلفة وناس من محافظات مختلفة وهكذا. فبدأت افكر طول الوقت. انا الكلام ده يعني من وانا زي ما بقول لكم في ثانوي مثلا، فاللي هو بقالي شويه حلوين في السنين حلوه في الحوار ده. وكنت بقعد افكر كده مع نفسي بالليل قبل ما انام، اللي هو يا كنزي، طب ما يعني ماشي، يعني زي ما قلت اكيد مش كل الناس دي سيئة بالمجمل، يعني انا اتعاملت معاهم قبل كده وكانوا بيعملوا حاجات حلوة. اشمعنى في الموقف الفلاني حصل الكلاش ده؟ ليه مع ناس تانية مثلا انا اللي باجي مثلا اتكلم مع حد مثلا من صحابي، يا فلان ده مش عارفه حصل معايا كذا كذا كذا، فتقولي مثلا لا انا اتعاملت مع الشخص ده والشخص ده كان كويس جدا. طب اشمعنى انا اللي حصل معايا الكلاش وانتي لا؟ ليه الشخص ده مشكلته حصلت معايا وما حصلتش معاكي، او العكس؟ الفكرة كلها لما قعدت افكر لقيت ان هي في الكوميونيكيشن. بيبقى فيه مشكلة في الكوميونيكيشن ما بيننا، مشكلة في التواصل ما بيننا. كلنا فاكرين ان احنا الكوميونيكيشن او التواصل لما اجي مثلا اتكلم مع حد، ابعت مسج لحد، انا مثلا باجي بتكست واحده صاحبتي ببعت لها حاجه فلانيه، خلاص انا كده تواصلت وعملت اللي عليا في المحادثه دي. هي بقى تستقبلها زي ما تستقبلها. والحقيقه انه الكوميونيكيشن مش كده. الكوميونيكيشن مش حاجه لينير. يعني مش حاجه خطيه، مش حاجه اللي هو انا هعمل كده وهتروح لها كده وخلاص الموضوع خلص طلع بره ايدي. لا، الكوميونيكيشن هي circular process، هي حاجة او زي it's loop كده، يعني فاهمين it's a loop، اللي هو حاجة رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. انا ليه عملت كده وبعد كده رحت عملت ما علينا. ف سواء هي كده او سواء هي كده، يعني في الحالتين ان هي مش بتقف، مش حاجة خطية، مش حاجة ليها نقطة بداية ونقطة نهاية. هي الفكرة كلها ان انا مثلا بيبقى عندي مسج معينه عايزه اعملها لصاحبتي، يعني المسج دي بتوصل لها، هي بتستقبلها تمام بشكل مختلف، تعملها حاجه اسمها ديكودينج. هي زي كانه شفره، زي كأن اللي انا بعتها شفره، وهي المستقبل ده بيفك شفره الحاجه اللي انا بعتها دي. فلو هي مثلا الموضوع ده بقى بيعتمد على حاجات كتيره قوي، يعني هي بس زي ما قلنا الموضوع مش متوقف على انا بقول الحاجه ازاي بس وخلصت كده انا خلصت دوري. لا، هو الموضوع كمان متوقف على الشخص اللي انا ببعت له الحاجه دي بيستقبلها ازاي. وفي عوامل كتيره قوي بتاثر على استقباله للمسج بتاعتي. من الحاجات المهمه اللي بتاثر على طريقه استقبال اللي قدامي للمعلومه اللي انا بقولها هي حاجه اسمها البرسبشن. البرسبشن هي الادراك، ازاي الشخص ده شايف الدنيا، ازاي بيفسر الحاجات اللي بتحصل حواليه. من ضمن الحاجات دي لو خدتوا بالكم طالع حاليا ترند على تيك توك، اللي هو عارفين اللي هو اوكي، اللي هو احنا نقول نفس الجملة بطرق مختلفة، بتون اوف فويس مختلف، بيخلي اللي قدامنا يفهم حاجة مختلفة تماما مع انها هي نفس الكلمات بالظبط. يعني مثلا اقول اوكي، او مثلا اوكي، شفتوا نفس الكلمة،
ادتني معنى مختلف تماما. اللي قدامي مرة فهم ان انا disappointed، مرة فهم ان انا supportive، مرة فهم ان انا مش عارفة ايه، وهكذا. ممكن نقول نفس الحاجة بطرق مختلفة، مش بس التون اوف فويس هو اللي بيأثر بس، ولكن كمان حاجات كتيرة قوي. فالبرسبشن او ادراك الشخص للي انا بقوله بيأثر بشكل كبير جدا على استقباله، وبالتالي على رد فعله على المسج اللي انا بقولها. لان زي ما قلت في حاجات كتيرة بتأثر جدا، سواء على السندر اللي بيبعت المسج دي، او اللي بيقول الحاجه. هي مش شرط مسج، يعني ممكن اقول انا بتكلم معاكم هو دلوقتي، انا دلوقتي زي اللي كاني الحاجه بتطلع مني، انا الكونتنت بيطلع مني بيروح لكم، فانتوا الريسيفر او انتوا الشخص اللي بيستقبل الرساله بتاعتي. فانا ممكن اقول حاجه تفهم بشكل غلط، ممكن حد يكتب لي كومنت انا برضو افهمه بشكل غلط، وبالتالي فهنعيش، لان احنا حياتنا كلها معتمده على الكوميونيكيشن. فاحنا لو احنا فكرنا بالطريقه دي انه خلاص انا بس دوري ان انا قلت اللي عندي وهو بقى يفهم زي ما هو عايز او كده، او ان حد قال لي حاجه فخلاص هي اكيد قصدها كده، احنا هنعيش بجد في حاله من مع الوقت هتبقى فيه كراهيه شديده، وهيبقى فيه بغض شديد، وهيبقى فيه غضب او في استياء او في مشاعر كتير مش حلوة، في ظل ان احنا ممكن نعمل شوية حاجات تسهل جدا الموضوع ده. ممكن نفكر بطرق مختلفة شوية تساعدنا ان احنا نقلل من حدة اللي بيحصل دلوقتي، خصوصا في الوقت اللي احنا بنمر بيه ده، او في حاليا منتشر قوي فكرة الناس اللي هي خلاص انا nonchalant، انا معرفش انا صح ولا لا، بس هي ان انا بتقل مش برد. عارفين انتوا الفكرة دي؟ انا بكرهها بصراحة، او يستخدموها في نطاقها، الناس مضايقاكوا كده بس اللي هو مش عمال على بطال، مش مع اصحابي، مش مع الناس اللي انا بحبهم، ده اسمه هبل بصراحة فزي ما قلت احنا حاليا في مجتمعنا ما اسهل ان احنا نقطع علاقات، وما اسهل ان احنا نبوظ صداقات كانت عمرها طويل وعلاقات كويسة وناس بنخسر ناس كويسة بسبب بس ان احنا عندنا مشكلة في الكوميونيكيشن، سواء من عندنا او من عندهم. وزي ما قلت هو الموضوع مش معتمد بس على انه انا هقول هو اللي قال فهو المتحمل مسؤولية اللي قاله، او انا اللي قلت فبالتالي انا لا. يا جماعة هي الكوميونيكيشن خد وهات، العلاقات الانسانية خد وهات، بالذات لو ناس قريبة مني، بالناس لو ناس بالذات لو ناس تعنيلي، فانا محتاجة ان انا اجي على نفسي شوية علشان افهم، حتى لو انا مثلا كلام واضح مثلا او اللي هو الطريقة ما كانتش احسن حاجة، ممكن اجي على نفسي شوية وافهم اللي قدامي ان الطريقة دي مثلا انا فهمت منها كذا كذا، فهل هو انت فعلا قصدك انك تقول كده، ولا انت ده بس عشان متعصب او كده. نفس الكلام لو حد عمل معايا حاجة، لو انا عملت حاجة مش حلوة مع شخص وادركت بعدين ان الاسلوب ده ما كانش كويس، ايه المشكله ان ارجع للشخص ده واقول له معلش انا بس قلت كده، انا كنت متعصبه، معلش انا كنت متضايقه من حصل كان معايا يومي ما كانش حلو. ايه المشكله يا جماعه ان احنا ناخد وندي مع بعض كده ونفهم بعض، ومش لازم اعتبر انه هي صاحبتي فهي فهماني، هي مامتي فهي اكيد عارفه، هي اختي فهي حافظاني. لا يا جماعه، لا، لان زي ما انت عندك ظروف وبتقولي حاجة بطريقة ممكن تتفهم غلط، اللي قدامك برضو عنده ظروف ومش دايما عنده طاقة ان هو يبررلك او يلاقيلك عذر للي انت بتعمليه. عامة انا كنت عاملة ايس كوفي علشان بجد جو حر. انا كل مرة باجي في الفيديوهات بقول نفس الكلمة بس بجد جو حر. كنت بجرب نوع لبن جديد علشان كان عندي مشكلة قوي مع اللبن. بليز انا عارفة ان احنا خرجنا عن الموضوع، بس لو حد يعرف نوع لبن كويس في الكومنتس اكتبولي، علشان بجد يا اما بيكون ممي قوي، يا اما اللي هو طعمه مية كده مش لبن خالص، يا اما بيكون طعم جاموسة مثلا اللي هو كأنه نازل على طول. بلاش وصفة اكتر من كده. المهم اللي احنا قلناه ده كله بقى مش معناه مش قصدي ان انا اقول ان احنا نفكر قوي في كل جملة احنا بنقولها، ولكن معناه ان احنا نفهم كويس قوي، ان احنا لينا دور كبير قوي في اللي قدامنا بيفهمه، ولينا كمان دور في ان احنا نعيد صياغة الحاجة لو اللي قدامنا ما فهمهاش بشكل صح، ناخد منه الفيدباك على اللي احنا قلناه، نتأكد ان هو فهم اللي احنا قلناه بشكل مظبوط، ولو ما فهموش بشكل مظبوط نعيد له صياغة اللي احنا قلناه بشكل يقدر يفهمه. انا مهم عندي مش بس ان انا اقول الحاجة، لا، ان انا اتأكد ان اللي قدامي فهمها بشكل مظبوط وزي ما انا فعلا قصدي اوصلها. طيب نيجي لسؤال مهم، هو احنا ليه اصلا بنحكم على الناس غلط؟ في ثيوري اسمها attribution theory بتشرح لنا ده، وبتقول لنا ان احنا غالبا بنحكم على الشخص
مش على الموقف. الاتريبيوشن ثيوري دي بتقسم الحاجة لinternal factors external factors. الانترنال factors ان انا اقول لو انا مثلا حد بعت لي او اتاخر في الرد عليا، خلينا ده مثال شهير جدا واظن كلنا مرينا بنفس الموقف. حد بعت له انا رساله فراح متاخر عليا في الرد، قعد شويه حلوين عقبال ما يرد. الانترنال فاكتورز او يعني الجزء الانترنال من الثيوري دي بيخليني افسر الموضوع على ان الشخص ده اكيد هو شخص ما عندوش ذوق مثلا، او ان الشخص ده بيتنك عليا، او يعني مشكله في الشخص نفسه. تمام. اما الاكسترنال فبتخليني اقول انه مثلا ده اكيد اتشغل، مثلا اكيد كان عنده ظروف، مثلا تلاقيها مثلا صاحبتي اتشغلت مع مامتها في حاجه. يعني بلوم هنا بلوم الظروف، او ان انا بحط الاسباب على الظروف، ولكن في الانترنال فانا بعمل ده على الشخص، بلوم الشخص نفسه، برجع العيب للشخص نفسه. الفوندامنتال اتريبيوشن ايرور بتقول لنا ايه؟ بتفسر ده على انه او الايرور ده بيحصل لما احنا بنميل ان احنا نكبر قوي ون overestimate الانترنال فاكتورز، ان احنا نميل اكتر ان احنا نلبسها للشخص، ولا اننا نقول نوجد له عذر مثلا من ناحيه الظروف او كده. نقول مثلا حد اتاخر عليا في مشوار، فاقول مثلا المواصلات كانت مش كويسه، يعني كانت زحمه، مش عارفه ايه، كان حصل عطل مثلا معايا، اي حاجه حصلت انا بميل ان انا افسر الموضوع ناحيه الشخص. كلنا بنعمل ده عامه، يعني نلاقي حتى بشكل غير واعي بنلوم الشخص اسهل من اننا نلوم الظروف. ولما نيجي على نفسنا احنا، يعني مثلا انا صاحبتي بعتت لي حاجه وانا اتاخرت في الرد، وانا عارفه ان انا اتاخرت في الرد، اقول ما اصل ظروفي، ما هي المفروض تفهم ان ظروفي، ما هي عارفه مثلا ان انا بمر في فتره صعبه، ما هي عارفه مثلا ان انا نزلت في مشاوير مع كذا، مسحوله في كذا، ما هي عارفه ان انا مثلا الفتره دي عندي امتحانات. ولا اني اقول ان انا مثلا فعلا اللي هو طب ما انت يا كنزي بتتلكعي مثلا، ما انت ممكن سريعا تبعت لها ريكورد 5 ثواني تفهميها، تكتب لها مسج سريعه مش هتاخد منك دقيقه، وهكذا. احنا بنيجي على نفسنا ون overestimate الاكسترنال فاكتورز، ونقلل underestimate الانترنال، ونيجي على الناس اللي بره نعمل العكس. فهي دي الفاندامنتال اتريبيوشن ايرور. حتى لو انت مش مدرك ان انت بتعمل ده، فده غالبا هو اللي بيحصل، ده غالبا هو اللي احنا بنعمله حتى بشكل غير واعي. خلينا نتكلم عن نقطه مهمه جدا، ان مش بس شخصيتك هي اللي بتحدد ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. احيانا الثقافه اللي الشخص اللي قدامك جاي منها، او اللي انت كمان جاي منها، بتحدد ايه مقبول يتقال بصوت واضح، وايه بيتفهم من سياق الكلام. عندنا في حاجة اسمها الهاي كونتكست واللو كونتكست كولتشرز. في الهاي كونتكست كولتشرز بتعتمد اكتر على البودي لانجوج، على التون اوف فويس، على النون فيربال كوميونيكيشن عامة، وان هي تقول كده كلام من تحت لتحت او توصل المعلومة من تحت لتحت. ولكن زي ما احنا بنعمل عادة في البلاد العربية، او يعني عامة بيحصل ان احنا اكتر مش كل الكلام بيتقال بشكل مباشر وصريح جدا. ولكن زي ما بنشوف في اوروبا وبنشوف في المجتمعات الغربيه حاجه اسمها اللو كونتكست كولتشرز، والكولتشرز دي بتميل اكتر ان هي تقول الكلام بشكل واضح وبشكل صريح، ولو عندها حاجه هتقولها لك في وشك زي المدب كده. فهي دي الفكره كلها، ان انت بتبقى متفاهم جدا لو انت بتتعامل مع حد ثقافته ان هو بيقول حاجه بشكل واضح، ما تقعدش انت تلف وتدور وتلمح والشغل ده اللي هو مثلا اصل احنا بننام بدري عشان مثلا الشخص يمشي. فاللي هو يعني لا، يعني انت طالما بتتعامل مع حد اعمل اهمية او اعمل اعتبار للباك جراوند اللي هو جاي منها، للبيئة او للثقافة اللي هو بيتعامل بيها. الناس اللي حوالينا قرروا ان هم يشغلوا ايه اليوم الحلو ده. تقريبا في حد ناجح وكانوا لسه مشغلين ملاقيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح، حاجة زي كده، وعمالين بقى كده لا لا احمد سعد قوي. طيب انت كشخص مستقبل للرسالة، حد بيكلمك، حد بيوجه لك كلام وانت قاعد مستقبل للرسالة، ايه اللي ممكن، ايه الحواجز، الباريرز اللي تمنعك من انت تستقبل المسج اللي قدامك بتاعت اللي قدامك بشكل صح؟ هتكلم معاكم عن 3 حاجات بتحصل معانا تقريبا بشكل كبير جدا، فنحاول ان احنا نحطها في دماغنا لما نيجي ان احنا نبقى بنتعامل مع شخص او في اي موقف نستحضرها، بحيث ان احنا نفهم يا دماغي انا قفشتك وانت بتعملي الحاجه دي. فنخلي بالنا علشان نحاول قدر الامكان ان احنا نخلي الكوميونيكيشن دي بشكل كويس، بشكل مظبوط، بشكل بروفيشنال، نوصل الرساله اللي احنا عايزينها صح، ونستقبل كمان اللي الشخص اللي قدامنا عايز يقوله بشكل مظبوط. اول حاجه ان دماغك يكون مشغول.
انت قاعد اللي قدامك عمال يكلمك بواحد اتنين تلاتة وانت دماغك في حتة خمسة، انت في حتة تانية خالص. انت قاعد بتفكر في امتحان بكرة، يا ترى انا هعمل ايه، او مثلا انت قاعدة بتفكري هو رد عليا ولا لأ؟ يا ترى مش عارفة ايه. عارفين انت الحاجات دي اللي هو بتحصل معانا كلنا يعني اكيد. اللي هو انت بيبقى اللي قدامك بيكلمك في حاجة وانت دماغك في حتة تانية، انت قاعد في ميتنج في حاجة بروفيشنال، في حاجة مهمة، ومفروض ان انت قاعد دلوقتي في شغل، وانت قاعد بتفكر في صاحبك ده اتأخر عليك في الرد ليه، ولا فلان ده عمل معاكي كده ليه، والكلام ده كله. فده بيخلينا ان احنا ما نفهمش اللي قدامنا، وما نديش كل الاتنشن بتاعنا للكلام اللي بيتقال. فبالتالي احنا ممكن نص الكلام ما نفهموش، نطير تفاصيل مهمة اتقالت في النص، وبالتالي توصل لنا المعلومة بشكل غلط. تاني حاجة، مشاعرك بتحكم بشكل كبير قوي على طريقة ادراكك للموضوع او للحاجة اللي بتتقالك. لو انا بسمع الحاجة وانا متضايقة او انا غضبانة، غير وانا بسمعها وانا ما عنديش مشكلة، او انا الدنيا لطيفة معايا وانا تمام وكل حاجة كويسة. مشاعري بتأثر قوي على استقبالي للمعلومات اللي بتتقالي. وبالتالي لما يحصل معايا موقف زي ده، ولما يحصل معايا مشكلة، وابدأ ان انا عقلي يوزني ان انا افكر تفكير مش كويس، او افسر تفسير مش حلو لتصرفات الشخص اللي قدامي، ارجع كده خطوة لورا واقول هو انا في الوقت ده انا فعلا كنت في حالة نفسية ستيبل، كنت تمام، كنت كويسة، ولا انا كنت مثلا حاصل معايا موقف مش حلو وبالتالي تراكمات حصلت فطلعت ده فيها. تالت حاجة هي الاسامبشنز. ناس كتير اتعاملت معاهم في حياتي بيحبوا يحطوا افتراضات قبل ما انا اكمل الجملة، او عادي دي برضو اكيد انا عملتها، بس يعني اقصد ان في ناس كتير في حياتنا واكيد اتعاملنا معاهم بيحبوا يحطوا افتراضات على طول، كانهم بيحاولوا يكملوا كلام. يعني اللي هو مثلا انا مش عارفه كنت بعمل كذا، مش عارفه، يقول لك وحصل اكيد كذا كذا، فاللي هو لا، ما حصلش كذا كذا ولا حاجه، عادي يعني، فاهمه؟ فاللي هو هم بيحاولوا دايما، مخهم سابق ولسانهم عايز يتكلم بسرعه وعايز يقول يعني اعتقد، معرفش ده بيبقى تفسيره ايه بصراحه، ممكن اتعمق فيها بعدين نسيرش بقى وكده. بس هما عندهم افكار كتيره جدا فعايزين يخرجوها، فبيبتدوا ان انت يعني مستعجلين، عايزين ان هما يكملوا بسرعه اللي انت بتقوله قبل ما انت تقوله. فده ممكن يخلي ان هما يحكموا بسرعه على حاجه، او يشوفوها بمنظور معين عكس اصلا اللي انت عايز توصله خالص. كل بقى اللي احنا اتكلمنا فيه ده، سواء perception attribution communication barriers، كل ده بيتأثر بحاجة مهمة جدا. هل انت عندك ثقة في الشخص اللي انت بتتكلم معاه ولا لا؟ الثقة من عدمها بتفرق كتير قوي. لو انت بتتعامل مع حد انت واثق فيه، فبالتالي مش سهل خالص ان انت تبرر له بشكل سيء لو عمل معاك موقف مش ألذ حاجة. دماغك هتميل ان هي لا، ان هي تلتمس العذر، وده كمان اللي بيحثنا عليه ديننا، يعني ان احنا نلتمس العذر للناس اللي حوالينا. مش دايما اول حاجة تيجي في بالي ان الشخص ده قاصد يضايقني، ان الشخص ده انا مش فارقة معاه، ان الشخص ده مش عارفة كذا كذا. ماشي، دي بتحصل، واكيد في ناس احنا مش فارقين معاهم، واكيد في ناس مطلعين عينينا، واكيد في ناس متعمدة ان هي تعاملنا باسلوب مش كويس، او ده اصلا طريقتهم. انا فاهمة ده كويس قوي، بس انا اقصد في المواقف يعني مش اول حاجة دماغي تجري عليها التفسير السيء لده. فلازم يكون عندي تراست في الشخص اللي انا بتعامل معاه، سواء بتعامل في الشغل، سواء بتعامل في علاقات شخصية، سواء بتعامل في اي نطاق في حياتي. لازم قدر الامكان، ومش شرط ان التراست ده يبقى يعني ملوش حدود، لا يعني برضو يبقى بحدود، ولكن زي ما قلت مش اول حاجة دماغنا تجري عليها هي التفسير السيء. عادي ممكن ان انا التمس العذر للناس اللي حواليا، ممكن افكر انه يعني مش دايما ناخد كل حاجة بشكل شخصي. الموضوع ده انا اخر حد يتكلم عليه، لان انا من الناس للاسف يعني بعاني من الموضوع ده، وان انا باخد حاجات كتير، وكان اكتر بكتير في الماضي يعني بصراحه. دلوقتي بقيت احاول اشتغل على الموضوع ده، بس انا كنت من الناس اللي بتاخد الحاجات بشكل شخصي جدا، وده اكتر ما كان تعب اللي حواليا هو كان تعبني. يعني اكتر ما خلاني اصلا ان انا مثلا ناس معينه ما تحبش تتعامل معايا او كده، ده كمان كان بيخلي ان انا بتأذي كتير جدا. يعني كل حاجة على اعصابي، كل حاجة واخداها على نفسي. اكيد الشخص ده عنده معايا مشكلة، اكيد الفلان ده مش طايقني، اكيد فلانة دي مش عارفة عندها مشاعر سيئة تجاهي. فلا يا جماعة، don't take it personal خالص. مش كل حاجة شخصية، مش عشان شخص تعمل معاك بشكل مش كويس معناه ان هو بيكرهك. ممكن عادي يكون كان يومه سيء، انا عارفة ان ده مش مبرر، بس انا اقصد ان احنا يعني ما نبقاش، لا نبقى
منفعلين زيادة عن اللزوم ومتحفزين جدا لكل شخص بيعمل معانا تصرف مش كويس، ولا نبقى برضو يعني ساذجين بالدرجة اللي كل ما حد يعمل معانا حاجة وحشة ده اكيد مش قصده، ده اكيد لا، عادي في ناس قصدها وفي ناس متعمدة، بس اللي هو يبقى فيه بالانس بين الحاجتين. انت برضو حاول قدر الامكان ما تعيش على الفرص اللي الناس بتديها لك، يعني برضو في ناس بتستغل ده قوي، ما اكيد هي هتعذرني، ما اكيد مش لا، ليه انت ادي ما تحطش نفسك في السيتويشن ده، ما تحطش نفسك انك تتفهم غلط قدر الامكان. زي ما قلت مش معنى كده انك تقعد تفكر في كل كلمه وتحسبها بالملي، بس في نفس الوقت ما برضو ما نقولش كلام ما نهجص في الكلام، يعني بمعنى اصح بلدي كده، واللي هو بقى هي بقى تفهم زي ما تفهم، لا يعني ده مش صح. نحاول قدر الامكان ننتقي افكارنا، ننتقي كلماتنا، نحاول نعبر عن اللي احنا بنقوله بشكل مظبوط، نختار اكتر طريقه مناسبه، ما نتكلمش واحنا منفعلين، ما نتكلمش واحنا عندنا مشاعر سيئه تجاه شخص، ما نتكلمش واحنا حاميين او احنا اللي هو لسه حصل مشكله فلازم ارد دلوقتي، لا مش لازم ترد دلوقتي. حصل حاجه مثلا اهدى، فكر، جورنال، اكتب في الجورنال بتاعتك ليه فلان عمل معايا كده، بدل ما تقول مثلا، بدل ما تسال نفسك ليه فلان عمل معايا كده، فكر هو ليه انا شفتها بالطريقه دي، صاحبتي ما ردتش عليا او ردت عليا بشكل معين، طب هي ليه بتعمل بالطريقه دي، طب انا ما لقيتش اجابه، او لقيت مثلا دماغي هتوديني حته وحشه، طب هو ليه انا اصلا اتضايقت لما هي ما ردتش، فاهمين؟ يعني قالب الحوار عليا ليه انا بستقبلها بالشكل ده. هنلاقي ان في انعكاسات كتيره جدا زي ما اتكلمنا في الفيديو من اوله بتاثر على الموضوع ده. اصلا انا فعلا كنت متعصبه، فهي بصراحه لما قالت الجمله دي انا بقى اتنرفزت بقى خلاص وخرجت عن شعوري. اصلا لما حصل كذا كذا وهو كان قبليها اتعامل معايا برضو بطريقه وحشه، فانا ابتديت احس ان الشخص ده اصلا انا مش فارقله، او ان الشخص ده مثلا ما بيحبنيش، او ان الشخص ده مثلا مش بيحترمني، او ان كذا كذا كذا. فزي ما قلت انت الاول فكر مع نفسك، خد وقتك، اعرف كويس انت بتقول ايه، والجزء اللي انت يعني في نطاق تحكمك حاول كويس قوي انك تعمله بشكل مظبوط، والاوت اوف يور كنترول برضو يعني ايه ما تشغلش نفسك قوي بيه. يعني زي ما قلت مش هنقعد نفكر قوي في الناس هتشوف اللي احنا بنعمله ده ازاي، لان ده هيجننا. يعني انا برضو كنت من الناس دي كل شويه لازم اقعد اقول هو الشخص ده يفهمها ازاي، هو مش عارفه ايه، مش لازم قوي كده، يعني مش لازم نكون ليفل اكستريم بحيث ان احنا نضيع نجنن هيلاقونا خلاص كده، ولا في نفس الوقت اطنش خالص وزي ما تفهم يفهم ولا مش عارفه ايه. تمام، فلازم نبالانس بين الحاجة دي وبين الحاجة دي، لازم يكون عندنا قدر كده من التغافل وقدر كده من التراست، زي ما قلنا ان احنا نثق في الناس اللي حوالينا، بالذات الناس القريبين مننا، ان هم اكيد مش قصدهم يضايقونا، ان هم يعني ممكن يكون عندهم ظروف او حاجة. طيب عايزين كده نريكاب بقى اللي احنا قلناه ده كله، ولو هنطلع بكام حاجة نعملها بعد الفيديو ده. ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها بحيث ان هي تحسن من تواصلي مع الناس بعد كده؟ اول حاجه يا جماعه واهم حاجه احنا ما بنعملهاش، ان احنا محتاجين نسمع اللي قدامنا بشكل كويس قوي. احنا محتاجين نباي اتنشن، ندي اهتمام للشخص اللي قدامنا. انا دلوقتي قاعده في ميتنج مع حد، ما اقعدش قاعده في ميتنج وانا فاتحه التليفون كمل انا سامعاكم. ايه القرف ده؟ سوري يعني، بس ايه القرف ده بجد؟ يعني الا طبعا اذا كانت حاجه ضروريه جدا، ولكن حتى في الاتيكات وحتى في اي بتاعه مش من الذوق خالص ان احنا نكون بنتكلم مع حد واحنا يعني فإنا او ملهيين بحاجه تانية. تمام، وممكن كمان يعني ده كمان ده لو في وشك، وبرضو لو مش في وشك، يعني لو انت في حاجه مثلا اونلاين ميتنج فمش من الصح برضو ان انت تبقى قاعد مثلا ومفروض ان انت هتشارك بقرار، او ان انت مفروض تكون بتسمع، علشان ده بعد كده هيأثر على اتخاذك لحاجه قرار معين، وانت قاعد برضو ملهي في حاجه تانية، فده مش صح. تمام، انا عارفه ان احيان كتير الوضع بيكون مش احسن حاجه، وانا برضو من الناس دي، والله العظيم انا مش جايه بنظر على اي حد، انا من الناس دي، وزي ما بقول لكم الكلام ده انا بقوله لنفسي في المقام الاول، انه يا كنزي بليز بلاش مثلا تعملي كذا كذا، بلاش اول حاجه تجري عليها انك تفتكري ان الناس دي مش بتحبك، او انك تفتكري ان الناس دي انتي مش هماهم. لا، عادي يعني عادي، ده بيحصل وكل الناس ليها ظروفها، وافتكر ان انا كمان بعمل نفس الحاجه، يعني مش دايما، طب ما انا كمان برد متاخر احيانا، طب ما انا كمان ساعات بشوف وبنسى ارد، طب ما انا كمان ساعات مش عارفه بعمل ايه، فكلنا بنعمل ده. بس الصح ان احنا نحاول نقلل منه ونفهم كويس قوي احنا بنعمل ده ليه. يبقى زي ما قلنا احنا هنعمل active listening، هنسمع بانصات، هنسمع باهتمام، لما يجي حد يتكلم معانا نحاول قدر الامكان ان احنا نكون مدين كل attention ليه،
وبنبتدي عشان كمان انا عارفه ان احنا كلنا بنسرح، وعارفه ان خلاص التركيز بتاعنا بيقل، وعارفه ان في ناس بتقعد تتكلم كتير قوي واحنا مش بنكون قادرين ان احنا نسمع كل ده. ولكن ممكن نوضح ده جدا. ممكن لو حد مثلا جاي يكلمنا في مشكله او جاي يكلمنا في حاجه مهمه، نقوله يا فلان انا بصراحه مثلا لسه جايه من الشغل تعبانه او جايه من الجامعه تعبانه، فبليز ممكن ناجل الكونفرسيشن دي لوقت تاني اكون قادره اسمعك. طيب ممكن خلاص انا قاعده في حوار ولقيت انه بدات افصل، طب معلش هو لو ينفع ممكن ناجل الموضوع ده نكمل النقاش لبعدين، لان انا فعلا مش قادره وانا حابه ان انا اسمعك، عشان برضو ما يحسش انك انت بتقفله او انت زهقت او مليت من كلامه. يعني دي حاجه برضو بتضايق، بالذات لو حد عنده مشاعر سيئه وجاي بيحكي لك على مشكله، فاكيد مش تقول له في وشه يلا بقى انت قرفتني بقى انا زهقت يعني خلاص بقى. لا يعني عادي ممكن اقولها بشكل محترم، انا اكيد حابه ان انا اسمعك واكيد حابه ان انا اساعدك، ولكن انا دلوقتي مثلا بصراحه مش قادره، فبالتالي انا يعني مش قادره افيدك، فممكن نكمل الحوار في مره تانية، وهكذا. نوضح احنا كمان ظروفنا، ما نسيبش اللي قدامنا اللي هو انا بعتذر منك وخلاص انا مشيت، يعني خلاص كده فاهمين. ونكون قدر الامكان قد اللي احنا بنقوله. يعني انا وعدت فلانه ان احنا هنكمل كلام بعدين، اروح لها بعدين بقى واحترم نفسي واقول لها انا كنت معاكي وكنت كده، ويلا بقى نكمل اللي انت كنت عايز تقوليه، انا سامعاكي فاهمين. مش ننسى بقى ونكبر دماغنا من اللي احنا قلنا ده، يعني نخلع من الموقف. مش حلوه بصراحه، حركه مش حلوه. تاني حاجه ممكن نعملها قبل ما احكم وقبل ما اقول هو فلانه دي عملت معايا كده، انا افكر الاول ليه فلانه دي ممكن تتصرف بالشكل ده، وليه انا اتضايقت قوي كده لما هي عملت الحاجه دي. دول حاجتين مهمين قوي لازم نفكر فيهم. ممكن بقى نجورنال، ممكن نسجل فويس، نعمل اي حاجه بحيث ان احنا نفرغ الطاقه دي الاول لو هنقول عندنا اي مشاعر سلبيه، بدل ما تطلع في الكلام، بدل ما تطلع في الزعيق، وبدل ما تطلع على شكل حاجات مش حلوه. فنفضي الاول ده مع نفسنا، هنلاقينا رقنا خالص وهدينا وبقينا ستيبل، وبعد كده نقدر بقى ان احنا نوصل للشخص. طيب تالت حاجه ممكن نعملها، نسال على فيدباك. نسال نقول يا جماعه انا وصل لي كذا كذا، حد بعت لي حاجه وانا فهمتها بشكل فلاني، بس انا عارفه انه فلان اكيد مش قصده كده. ممكن اساله فلان هو انت فعلا قصدك كده؟ انا ده اللي انا فهمته بصراحه، هو ده اللي فعلا انت قصدك توصله ولا انت قصدك كذا كذا كذا؟ اسال، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي تقليل منك ولا فيها اي يعني اي حاجه تسيء لك. فاحنا ask for explanations، وضح لي انت قصدك ايه، وضح لي انت لما عملت كده كان قصدك ايه. ما فيهاش اي مشكله. طب الشخص اللي قدامي رفض ان هو يوضح او قال توضيح زي قلته، خلاص انا كده فهمت، انا كده عرفت ان الشخص ده اديتك فرصه يا عم توضح هو اللي انت عملته، وانت الستال مش بتستغلها، فخلاص. بس انا عملت اللي عليا، انا على الاقل عملت اللي عليا واديت فرصه، وما قطعتش الموضوع من اول مره، وما حطيتش ما عملتش مشكله من اول مره. انا بيبقى فيه مرونه، قدر من المرونه في التعامل مع الناس. زي ما قلنا العلاقات مش 1+1=2، ما بتمشيش كده خالص. لازم يبقى فيه قدر من المرونة، قدر ان احنا نستحمل بعض، لازم ان احنا نسأل بجد 200 خط كده تحت نسأل، نفهم اللي قدامنا قصده ايه كويس قوي قبل ما نرد. ما نستعجلش قوي على الرد جاي، بس الرد وانت بتخسر صديقك ولا ايا كان الشخص اللي انت بقالك معاه سنين، مش هيبقى كويس. يعني مش هيبقى كويس في الحالة دي غير لما انت ترد بشكل كويس وتحافظ على العلاقة دي. يعني كلنا فينا عيوب، وكلنا بنعمل حاجات مش كويسة، وكلنا بنعمل حاجات مش احسن، يعني بنستهبل كده ساعات، انا عارفة كلنا بنعمل كده. بس مش هيبقى حلوة لو انا مع اول غلطة فلان خلاص كده جه قطع علاقته بيا، ولا انا برضو مع اول حاجة صاحبتي عملتها رحت خلاص كده مش عايزة اتكلم معاكي تاني. يعني مش حلوة، فاهمين؟ فزي ما قلت لكم، لا نبقى احنا سوزج قوي، ولا نبقى اللي هو انا معرفش اسمها كده ولا لا، بس لا احنا نبقى يعني عبط كده، اي حد بيقول لنا اي حاجه بنصدقها فبنتاخد كده اللي هو for granted. ولا ان احنا برضو نبقى بنقف على الواحده، وكل ما حد يعمل معانا موقف سيء يلا انت بره، يلا اطلع، مش عارفه ايه. لا يعني مش للدرجه. نحاول ان احنا، انا قلت الكلمه دي كتير قوي بس نحاول ان احنا يبقى فيه كده توازن، يبقى فيه رزانة كده، نبقى راسيين وعندنا قدر من المرونة وقدر من العقلانية قبل ما ناخد اي خطوة، وقبل ما نعمل اي حاجة، ولا نبعت اي رسالة احنا مش متأكدين منها. فبليز بليز بليز فكروا كويس قبل ما تعملوا ده، فكروا مع نفسكم وتخيلوها لو حصلت معاكم انتوا هيبقى رد فعلكم ايه. يعني قبل ما تبعتوا الحاجة دي، او قبل ما تقطعوا العلاقة دي، او قبل كده فكروا لو الموضوع ده حصل معاكم، هتبقوا مبسوطين،
هتبقوا حاسين ان الموضوع ده فير، ولا هتبقوا حاسين ان الشخص اللي ظلمكم او مع اول حاجه استغنى عنكم. تالت حاجه ممكن تعملها ان تفكر نفسك كويس قوي في خلفيه الشخص اللي انت بتتعامل معاه. والخلفيات دي مش شرط ان يكون من بلد تانية، لا ده ممكن يكون من ديانة تانية، ممكن يكون من محافظة تانية، ممكن يكون انتوا في نفس المحافظة بس مش عارفة ايه، يعني فاهمين؟ يعني حتى في دواير كلوز جدا وحتى في نطاقات محدودة جدا ستيل انتوا هيبقى في بينكم اختلافات. فلازم اتفهم طبيعة الناس اللي قدامي وافهم كمان شخصياتهم. يعني مش شرط بس ممكن اتنين من نفس العيلة ده بيتعامل بطريقة ودي بتتعامل بطريقة تانية خالص. انا كل ما افهم الباك جراوند بتاعه الشخص اللي انا بتكلم معاه هقدر ان انا اتواصل معاه بشكل احسن، وهقدر ان انا اتفهم اللي هو بيقوله بشكل افضل. وبس كده، انا مبسوطه قوي في الموضوع ده، وزي ما قلت لكم انا كمان بحاول ان انا احسن من الموضوع ده بشكل كبير. فبليز حاولوا تاخدوا خطوات عمليه في الموضوع، لان هي بجد هتفرق معاكم قوي، بالذات في نطاقات الشغل ونطاقات، يعني الحاجات دي بجد بتفرق كده لما الاقي ان انا بتعامل مع شخص ناضج، مع شخص مش اول حاجه بياخدها على نفسه، مش اول حاجه بيبوظ الدنيا، ومع شخص تاني لا بيسأل، بيفهم، بيحاول يستوعب، عنده مرونة في التعامل. بجد دي حاجة بتفرق جدا، ودي الحاجات اللي فعلا ممكن تلاقي ناس شاطرة جدا، ممكن تلاقي ناس عندها qualifications عالية جدا، اسمها ايه hard skills، اسمها ايه مش عارفة، بس ممكن يبقى ناس عندها يعني سكيلز عملية عالية جدا، ناجحين ومحققين نجاحات وبروجكتس عاملين تحفة ومش عارفة ايه وايه وايه، بس سوفت سكيلز عندهم ضايعة. فدي من الحاجات اللي بتفرق جدا، وبالذات لينا احنا كناس صغيرة داخلين على سوق العمل بجد. يعني بنتعامل مع ناس مختلفة، احنا في فترة جامعية فبنتعامل مع ناس من باك جراوندز مختلفة. بعد كده بقى ان شاء الله داخلين على حياة بقى وارتباطات وحاجات كده. فمهم قوي ان احنا فعلا نحسن من الموضوع ده، وما نبقاش متسرعين خالص، لان احنا فعلا جيل متسرع قوي في الحاجات دي. وزي ما قلت اسهل ما علينا ان احنا نستغنى عن اي حاجة. المهم انا اكون مرتاح. اي حاجة هتعكر مزاجي، اي حاجة هتضايقني، يلا مع السلامة. لا مش مع السلامة، الحياة مش كده للاسف. يعني لو كانت كده كنت هقولكوا تمام، بس الحياة مش كده، محتاجة تغافل شوية، محتاجة ان احنا نبقى ألطف مع بعض، نبقى ارحم، نبقى مؤدبين اكتر، نبقى ذوق اكتر، نلتمس العذر للناس عشان الناس كمان تلتمس لنا العذر يعني. وبس.